بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وصفتنا النهارده وصفة الفايش الصعيدي. انتوا عارفين طبعا الفايش الصعيدي ده حاجة جامدة جدا للناس أصحاب المزاج العالي. بصوا هنعمله بطريقة سهلة جدا، يعني طريقة الفايش الصعيدي على أصولها هتعرفوها النهاردة من الفيديو إن شاء الله. بس تابع الفيديو للآخر وما تنسيش لايك وكومنت واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل إشعار إن شاء الله. الفايش النهارده عايزه اقول لكم تحفه جدا. بصوا الفراغات اللي فيه مرتفع بموبيه كده وشكله جميل جدا. هعملها لكم بطريقه سهله قوي، وكمان هقول لكم على اسرار خميره الحليب، لان احنا هنعمله بخميره الحليب الاصليه، مفيش اي نوع خميره تاني هتتداخل كمان عليه. في معلومات مهمه جدا انا هذكرها في الفيديو، حاجات كده من زمان، اهلنا بتوع زمان لما كانوا بيعملوا الفايش الصعيدي، انا عايزاك النهارده انك انتي تعرفيها ان شاء الله على قناتي انفراد. يلا نبدأ الفيديو ونصلي على حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا كده نحضر معانا خميرة اللبن. أولا أهم حاجة البرطمان اللي أنا هضيف فيه الخميرة لازم يكون متعقم. يعني إيه متعقم؟ تضيف عليه مية تكون بتغلي، قلبيه فيه كويس جدا، وبعد كده ابتدي إن انتي تنشفيه. هنضيف معانا 3 معالق من السمسم، وبعد كده هضيف عندنا الحليب يكون ساخن جدا. يعني ايه ساخن؟ يعني يغلي، استنى عليه مرة تاني برضو على النار، اشيله بحطه تاني مرة تانية لحد لما احس ان درجة الحرارة بتاعته بقت عالية جدا. هضيف معايا كوباية من الحليب زي ما انتم شايفين كده، وهقلبه كله مع بعضه، وبعد كده هبتدي ان انا اغطي البرطمان بتاعنا. طبعا الخميره دي ممكن تعمليها بالحمص، ممكن تعمليها بالفول المدشوش اللي هو فول البصاره. كل ده جميل، بس احلى حاجه فيهم هو السمسم، بيدي ريحه جميله جدا وطعم حلو قوي. بصوا بقى انا هاخدها كده، والبرطمان لازم اكون قافلاه كويس قوي، يعني ما يكونش فيه اي نفس للهواء. وبعد كده هلفه بفوطه كده محكمه عليها، وبعد كده اضيفه في مكان مظلم، يعني مثلا دولاب المطبخ، في اي مكان كده على جنب لحد لما تبتدي تتفاعل معايا. ممكن طبعا في فصل الشتاء بتاخد لها تقريبا يوم ونص، في الصيف بتاخد لها يوم، يعني ليلة كاملة، وتطلع معاكي بالنتيجة دي. بيفصل معاكي 3 طبقات. الطبقة الأولى اللي هي من فوق اللي هي السمسم، اللي في النص اللي هي تكون متجبنة، اللي تحت اللي هي بتكون المية زي ما انتوا ما شفتوا كده. ويلا نحضر البولة بتاعتنا، نضيف فيها كيلو من الدقيق. هنبتدي ناخد من الدقيق ده كوباية من الدقيق. زي ايه يعني؟ بس انا هنشوف كده مع بعض. هنبتدي ان احنا نعاير مع بعضنا كوبايه من الدقيق زي ما انتم شايفين من نفس الكيلو، مش هناخد اضافي عليه، يعني كل اللي انا بستخدمه هو كيلو كامل. بعد كده هاخد تانية في بولة تانية، وهبتدي ان انا افضي كوبايه الدقيق بالشكل ده، واضيف معايا معلقتين كبار من السكر، اقلب كله مع بعضه. وبعد كده هاخد معايا خميره السمسم اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه اوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي. زي ما قلنا من فوق هتلاقي السمسم متراكم من فوق، ومن تحت في النص هتلاقي اللي هي متجبنة، ومن تحت هتلاقي المية فاصلة كده، تبقى الخميرة بتاعتي نشطة وكويسة. هبتدي بقى ان انا افتحها. طبعا انا قافله عليها جامد جدا، عذبتني لحد لما فتحتها. نشوف بقى الخميرة عاملة ازاي. طبعا من نجاح الخميرة ان لازم تعقيم الحاجة اللي انت هتضيفي فيها. لو ما تعقمتش الخميرة بتاعتك مش هتتفاعل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا عاملة فقاعات ازاي، ما شاء الله طالعة النتيجة بتاعتها هايلة. هبتدي بقى انا اضيفها على كوباية الدقيق اللي احنا ضفناه في البولة دي، وافضي معايا الخميرة. بس اول حاجة اقلبها تقليبة كده، وبعد كده ابتدي ان انا افضيها عليها. المرحلة دي ليه أنا ببتدي أعمل مرحلة التخمير؟ أنا عملت التخمير اللي هي الأولى اللي هي بتاعة السمسم، دي مرحلة التخمير التانية. تمام. هي على فكرة هي مش متعبة ولا أي حاجة، بس هي ليها تكنيك كده معين إنك انت لازم تعمليه عشان توصلي لمرحلة حلوة جدا من الفيش. بصوا بقى، مكانها حطيت حبة صغيرين كده من المية الدافية، يعني تقريبا نص كوباية من المية تكون دافية. كل المكونات اللي أنا بضيفها على الخليط بتاعي سواء كانت مية أو حليب لازم كله يكون دافي بعد كده مع مرحلة العجن. يعني أنا اللي أنا ضفته دلوقتي نص كوباية مية تكون دافية. هقلب بقى كل المكونات كلها مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي ان انا اغطيها. بس قبل ما اغطيها لازم انا عايزه اوريكم بس الاول الفقاعات اللي هي طالعه منها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني هي بتبتدي تخمر معايا، وكمان الدقيق هيخمرها اكتر. تمام. بصوا بقى انا هجيب بوله كده، وبعد كده هحط فيها البوله التانية اللي هي فيها الخميره بتاعتنا. بس ايه بقى الخطوه اللي هعملها؟ عشان احنا دلوقتي في فصل الشتاء، هبتدي ان انا اعمل لها زي حمام ماء دافي، يعني هحط لها من حواليها كده ميه تكون سخنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو في فصل الصيف انا هغطيها وهكتفي تماما ان بالعوامل الجو اللي هي اللي حواليها هتخليها ان هي تختمر معايا. اغطيها بقى، واغطيها كمان بفوط عليها بالشكل ده، واسيبها جانبا لحد لما تختمر. الدقيق بقى بتاعي باقي كيلو الدقيق بتاعنا هضيف عليه السمسم
هنا انا ضفت معلقه كبيره من السمسم، معلقتين كبار من السكر، وكمان هضيف معايا معلقه كبيره من الكركم زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه الكركم في الوصفه دي ان يكون الكركم النظيف، يعني يكون الكركم اللي هو الاصلي، ما نجيبش حاجه اللي هي بتكون مضروبه الوان ولا اي حاجه. بعد كده هضيف عندي رشه من الملح، تقريبا نص معلقه صغيره من الملح، واقلب المكونات الجافه كلها مع بعضها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. واهم خطوه عندي اللي هي هتخليها مرتفع معاكي وتديها نتيجه هايله جدا، معلقه كبيره من البيكنج باودر. ليه البيكنج باودر؟ بيساعد شويه الخميره بتاعتي علشان تتفاعل. يلا نشوف بقى الخميره بتاعتنا شكلها بقى عامل ازاي. هي عايزه اقول لكم الميه اللي هي تحتها فضلت دافيه زي ما هي، تمام؟ يعني معنى كده ان هي ما قعدتش معايا تقريبا 10 دقايق على بعضها. بصوا بقى الفقاعات اللي هي ابتدت ظهرت، زي ما قلت لكم الدقيق خليها اتفاعلت معايا اكتر. بصوا الفقاعات دي معناها ان هي خلاص الخميره ما شاء الله ارتفعت معايا وابتدت ان هي تطلع. بصوا ما شاء الله النتيجه بتاعتها ممتازه جدا. انا عايزه ان انا اقلبها واوريها لكم اكتر ونقرب عليها الكاميرا عشان تشوفوا كمان الفقاعات بتاعتها عامله ازاي. بصوا الشكل بتاعها ما شاء الله اللهم بارك، طلعت جميله جدا. اهم حاجه في خميره الفايش لازم ان هي تتخمر، تاخد راحتها جدا في التخمير، ما استعجلش عليها. خلاص كده ارفعها من البوله اللي تحتها اللي هي حمام الميه، واشيل بقى البوله دي. بص انا بشوفها لقيتها لسه دافيه، يعني معنى كده ان هي ما خدتش وقت معايا. هشيل البوله اللي هي فيها الميه واجيب معايا البوله اللي هي فيها بقيه الدقيق. اخد بقى معايا كده الخميره وابتدي ان انا اضيفها على الدقيق بتاعنا. واحنا شغالين كده انا عايزه اقول لك معلومه مهمه جدا، عرفتها طبعا من الناس الكبار اللي لهم خبره في موضوع الفايش. لما تيجي تعملي الفايش اوعي تعملي في بوله يكون مكانها مثلا البسكوت اللي هو النشادر، لان بسكوت النشادر بالذات بتفصل او بتخلي خميره الفايش تبوظ تماما. تمام؟ لما تيجي تعجني عايزه تعملي في نفس البوله لازم ان انت تعقميها الاول بميه تكون دافيه. بصوا كده انا ببتدي الاول ان انا اعجن طبعا الدقيق، ادخله مع الخميره الحليب اللي احنا عملناها، بس طبعا هي محتاجه سوائل. هبدا ان انا احضر معايا كوبايه من الحليب. الحليب طبعا يكون دافي زي ما اتفقنا. كل المكونات اللي انا هضيفها بعد كده على الفايش لازم تكون دافيه، سواء كنت ضفت حليب او ضفت ميه. خلاص ببتدي بقى ان انا اعجن كل المكونات كلها. طبعا الفايش لازم بيحتاج عجن كده كويس، خلاص شويه بوكسات كده عشان تطلع العجينه معاكي ممتازه. اقلبها من فوق لتحت بالشكل ده. طبعا اللون بتاعها طلع ممتاز حلو جدا كده. انا مش محتاجه ان انا اضيف كركم تاني، بس لو انتي وانتي شغاله لقيتي ان هي محتاجه كركم، في حبه ميه صغيرين جدا تقريبا معلقه كده، ابتدي ضيفي عليها الكركم وابتدي ضيفيها عليها، هتغير اللون معاكي تماما واللون يبتدي يظبط. وفي اخر العجن خالص هضيف معايا نص كوبايه من السمنه. طبعا عايزه تضيفي سمنه تضيفي زبده زي ما تحبي، الفايش مش بيشترط نوع معين من السمنه، اللي انت تحبي تضيفيه سواء زبده او سمنه كله تمام ويطلع معاكي حلو ان شاء الله. اهم حاجه السمنه بتاعتي اكون مسيحاها بس ما تكونش سخنه، يعني تكون دافيه جدا يا اما تكون بارده، حاجه من الاتنين، انما سخنه لا غلط. تمام كده هبتدي بقى ان انا اقلب بقى كله، بدخل الماده الدهنيه بتاعتي مع العجينه، لازم اخلطها كويس جدا عشان ما تفصلش معايا. وخلاص خلصنا عجن. يلا نشوفها كده. بصوا كده انفصلت لوحدها عن البوله زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا النتيجه بتاعتها حلوه جدا. ادوس عليها كده، هي اصلا بتختمر معايا في اثناء العجن. ما شاء الله طلعت ممتازه قوي. بصوا العجينه يعني طريه بس مش بتلزق معايا. هاخد كده قطعه علشان عايزه اشوف العجينه بتاعتها نتيجتها عامله ازاي. ابتدي ان انا اكورها واشوفها كده، ادخلها كلها في بعضها. لازم اختبر العجينه بتاعتي اشوفها الاول. بصوا ما شاء الله طلع الصباع ممتاز. بصوا النتيجه اللي انا عايزاها، طريه وفي نفس الوقت متماسكه مع بعضها. اضيفها بقى عندي وابتدي ان انا اغطيها واسيبها شويه لحد لما تختمر معايا. لازم الكيس بتاعي يكون نازل عليها كويس جدا، ما اسيبش فيها اي فراغات عشان السطح بتاعها ما ينشفش. وبعد كده اغطيها بطبق من فوق علشان عايزه اتاكد ان مفيش اي هوا ممكن يدخلها.
خلاص ده ارتفاع العجينة بتاعتي. وبصوا من تحت انا لسه ما سبتهاش تتخمر، ومن تحت ما شاء الله بصوا عملت فقاعات، يعني معنى كده ان هي الخميرة بتاعتي بتبتدي ان هي تختمر في نفس اللحظة وفي نفس الوقت. خلاص هسيبها كده جانبا لحد لما تختمر معايا. انا طبعا انا مش متأيدة بالوقت لان حسب درجة الحرارة اللي هي المحيطة بيا. بصوا انا سبتها تقريبا تلت ساعة، بصوا بقت عاملة ازاي ما شاء الله، ارتفعت جدا، طردت الطبق زي ما انتم ما شايفين بالمنظر ده. يعني ما شاء الله اللهم بارك، طلعت النتيجة ممتازة جدا، ممتازة ما شاء الله. يعني انت مش محتاجة ان انت تضيف عليها اي خميرة تاني. خميرة اللبن يا جماعة، عايزة اعمل الفايش الصعيدي ما اضيفش عليه اي نوع خميرة تانية خالص، لا خميرة فورية ولا خميرة بيرة. اسيبها هي بتتفاعل مع نفسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله هي بتبتدي ان هي تسيح اصلا وتنزل من على الجوانب. انا ببتدي ان انا المها لان أنا اتفاجئت بالمنظر بتاعها. هبتدي بقى ان انا انزلها زي ما انتم ما شايفين كده، ما شاء الله مرتفعة جدا. عايزة بس المها شوية عشان اعرف اتعامل معاها حتى. هجيب معايا الصاج بتاعي وهجيب عندي بولة يكون فيها سمنة، حاجة كده بسيطة، لان انا هبتدي ان انا ادهنها بيها. ازاي هنشوف دلوقتي. انا عايزة اعمل صباع صباع، احنا اتفقنا ان احنا بنعمل فايش صعيدي. خلاص يعني نعمله صباع صباع بالشكل ده. بصوا هاخد الحجم الصباع اللي انا عايزاه وابتدي ان انا اضيفه في الصاج بتاعنا. طبعا الصاج بتاعنا مش مدهون تماما لان انا ببتدي ادهن الصباع الاول قبل ما اضيفه في الصاج. بصوا كده بعمل الصباع بتاعي بالحجم اللي انا عايزاه، اقفل الاطراف بتاعته بالشكل ده عشان السطح بتاعها من فوق يطلع متساوي. بصوا الاطراف بتاعتها بتطلع مظبوطه في الاخر. هبتدي بقى ان انا اخد كده بايديا حبه كده من السمنه وبعد كده احطها جنبها. ما اسيبش مسافه بين كل صباع وصباع، لا انا عايزه ازنق. بصوا بظهر ايديا وبزق كده. خلاص ما تقلقوش لان هي بعد كده بعد ما نيجي نطلعها بعد التسويه بفصل كل صباع عن التاني وهنشوف كل حاجه مع بعض. ما تفوتيش ولا لحظه في الفيديو لان كل لحظه في الفيديو مهمه جدا وكلها معلومات مهمه جدا عن الفايش. عمرك ما هتشوفيها ولا هتعرفيها في اي فيديو تاني ان شاء الله. يلا بصوا كده انا ابتديت ان انا اخلص الكميه اللي هي قدامي الصف ده. بصوا عملت كله سوا واحد بالمنظر اللي انتوا شايفينه. خلاص كل ما احط صباع كل ما ازنق جنبيه. انا طبعا سامحوني انا علقت الجوانتي عشان مش عارفه ان انا اتعامل بيه خالص. محتاجه ان انا احس بالعجينه بتاعتي عشان اطلعها مظبوطه. بصوا كده انا زنقت كله جنب بعضه بالمنظر ده. خلاص هبتدي بقى ان انا اعمل الصف التاني واللي بعديه لحد لما خلصت الصاج بتاعي كله. ومعلومة مهمة جدا علشان لازم تعرفيها لما تيجي تعملي الفايش بتاعك صوابع بالشكل ده لازم كله يكون جنب بعضه، ما سيبش مساحة بالطول لان الفايش لما بتيجي يخمر انا عايزاه يعمل بومبي من فوق مش عايزاه يدي بالطول. خلاص فلازم تزنقيه، يعني لازم الصاج اللي انت تعملي فيه يبقى محكم يبقى كله جنب بعضه. بصوا بنفس الطريقة الحبة اللي هما فضلوا معايا انا عملتهم في قالب انجليش كيك علشان كله يبقى مزنق جنب بعضه بالشكل ده. طبعا انت لما تيجي هنسيبه ان هو يختمر، يا اما تغطيه بفوطه بره على المطبخ يا اما تحطيه في فرن البوتاجاز زي ما انت شايفاه كده. طبعا فرن البوتاجاز مطفي تماما. هيسيبه لحد ما يختمر معايا ويعلى وهبتدي بعد كده اطلعه من الفرن واشغل الفرن بتاعتي 180 درجه رف وسط زي ما انتم شايفين كده. وابتدي اضيف الصاج بتاعي، بس انا الصاج بتاعي ده عشان خفيف شويه قلقت منه حطيت تحتيه صينيه علشان يفصل الحراره شويه يخليها تبقى هاديه عليه. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك بعد ما استوى. بصوا عامل فراغات لوحده متفرغ كل واحدة عن التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا اسيبه يبرد شوية وبعد كده هبتدي ان انا اطلعه. بصوا هقلبه قدامكم. بصوا التسوية ما شاء الله من تحت لونها ذهبي ازاي. بصوا بقى لما ابتدي ان انا افرغ كل واحدة والتانية بصوا بتطلع بسهولة. ما تقلقيش ابدا من الحتة دي. بصوا سهلة جدا. بصوا طبعا هي من جوه طري لان هو لسه محتاج تحميص طبعا. بصوا طري ازاي. الفراغات بتاعته حلوة جدا. الخميرة ما شاء الله عملت نتيجة ممتازة قوي معاه. ببتدي بقى ان انا افتح كل واحدة عن التانية بالشكل ده عشان اسيبه يتهوى كده واشغل الفرن بتاعتي وادخله يتحمص. بصوا كده قربوا كده. بصوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك الفراغات بتاعته عاملة ازاي.
ومرتفع وعامل بومبيه لفوق كده. ما شاء الله نتيجته طلعت ممتازة جدا، فايش صعيدي على اصوله زي ما بيقولوا. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، بصوا الفراغات بتاعته جميلة جدا، مفرغ كده، الخميرة ما شاء الله حلوة قوي. اما بقى عن مرحلة التحميص فانا عايزة اقولك ان الطريقة دي بتطلع ممتازة وحلوة قوي. بصوا كده الشبكة اللي هي بتاعت البوتاجاز بتاعتنا هبتدي ان انا اضيف عليها الفايش وارصه بالشكل ده بطول الشبكة كلها، وبعد كده اضيفه في الفرن رف يكون اللي هو يكون عالي قوي، اللي هو اعلى حاجة من فوق، والنار تكون متوسطة جدا، لان هنا انا بحمص بس انا مش بسوي الفايش، وبيطلع معاكي بنتيجة ممتازة. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من فوق. طبعا هبقى اطلعه كل وقت والتاني واقلبه بعد حد لما يتحمص ويطلع بالنتيجة دي. ما شاء الله الف هنا.